شوف يلاه صيفط هادو باش زوين كيعطيو غارونتي ديال 6 ما وقعش حاجه في الطوموبيل كترجعها لهم. تري بيان. هذه سوسيتي شوف هاد لا اودي كيو 3. اوه لا اودي تحب لي لا اودي. انا لا اودي عجباني. شحال ديال هذه؟ هذه يمكن قال لي 25 مليون 200. شحال يبيع هذه؟ هذه 2017 يمكن. شحال يطيح البارمون كي يبيعها من با؟ كريدي سا ديبون نشوفوا على حسب شحال غيعطيوني في الكريدي. مي خاصنا ضروري نعطي لا مواتي ولا شي حاجه دابا انصون في الاول. خاصك نعطيهم لا مواتي. انتوما كما كتشوفوا كيقوموا بالهدم ديال المنازل ديالنا اللي هي في الملك الخاص ديالنا. هاد الارض ملك ديالنا وارثينها على جدودنا، عندنا وراثيها. بدأت معاناة المواطنين المغربيين بسلبهم منازلهم عندما قرر الصهاينة دخول المغرب كمواطنين وليسوا كزوار، حيث عمدت سلطات المخزن إلى توطينهم وتهجير السكان في مشاهد مؤسفة تتكرر يوميا في الأحياء والمدن المغربية. مبنية بالحجة ديالي بالملكية بتبوت البينة وأنا ساكن فيها. الأمر يقول لي خصي أخوي أنا لا نطلب رزقي هذاك نتاعي ما يسني فيه حتى شي واحد. فين كان هذه 40 50 سنة يا 40 سنة فين كان هذا مول الأرض فين كان؟ شارينا ب 85 بالملكية ديالي بالموضوع ديالي برتوبة البناء ديالي بالضريبة ديالنا ما كيسنى حتى شي واحد شي حاجة ترزقي وشريت. لا عقود الملكية ولا كل الوثائق التي بحوزة هؤلاء المواطنين بإمكانها إنصافهم أمام الإجراءات التعسفية لسلطات المخزن في حق مواطنيه. حضرت المحكمة قلت له علاش؟ قال لي راه مول الأرض ظهر. قلت له مول الأرض حتى اليوم عاد ظهر، حنا سينا حنا ساكنين. المنى ما والو، جاو استدعاء الوالد قالوا له شي شركة كتسلك فلوس. منذ إعلان اتفاق العار بين المغرب والكيان الصهيوني للعلن وبعد انقضاء شهر العسل، تحول الوهم الذي انتشى به المخزن مؤقتا إلى كابوس يطارد الشعب المغربي في قوته وممتلكاته، والأهم من ذلك سلب السيادة.